السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. بعد خسارة نادي الزمالك من النادي المصري وفوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد، فالطبيعي إن كل زملكاوي ممكن يطلع يزعل أو يدافع عن ناديه أو يقول إن ناديه اتظلم. لكن اللي مش طبيعي إن بعض الزملكاوية يسيبوا ناديهم ما يتكلموش خالص عن ناديهم ويطلعوا يتكلموا على الأهلي ويدخلوا الأهلي في تفاصيل ملهاش علاقة خالص بكرة القدم ولا لها علاقة بالمنافسة. لكن قبل ما أقول لكم على الأشخاص اللي جايين نرد عليهم أو هنرد نقول لهم إيه، اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو واكتب لي رأيك تحت في كومنت، وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان أكتر عدد من الأهلاوية يتفرجوا عليه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. وكانت في اشارات طبعا مفهومه لما كان يريد ان يذهب اليه طبعا المستشار المحترم المستشار تركي الشيخ. ده بيخليني اروح ان كده بيراميدز بيان في موضوع الشيبي في حاجه، مش في حاجه غريبه بتحصل، صح ولا انا اتهيألي؟ يا احمد انا قلتها لك والله انت شايف والله الجيم؟ والله كل ولا عشان بيراميدز متصدر الدوري؟ بالظبط كده، كل المواقع، لان الاهلي عنده كام مباراه، الكام مباراه دولت. وبعدين اشمعنى بيراميدز اللي كل سنه اجلوا الماتشين بس انا بتوعه؟ هقول لك على حاجه برضه. اشمعنى يعني اشمعنى بيراميدز والاهلي كل سنه اجل الماتشين؟ طب لو الاهلي كان لعب السنه اللي فاتت ماتشاته زي بيراميدز في الدوري، كان ممكن بيراميدز يعمل مفاجاه وياخد الدوري؟ طبعا. ولا الاهلي اتاجلت له الماتشات؟ ما انا بقول لك، انت دلوقتي السنه دي مثلا الاهلي لاعب البلديه الماتشين، لاعب الجونه الماتشين. هو مين اللي بيحط الجدول ده؟ هو المفروض ان انا العب المباريات المؤجله طب بتاعتي انا هقول لك على حاجه، ولا العب إن المباراه كان الثانيه من الفرق بيراميدز الثانيه؟ السنه اللي فاتت وزوزو مع فرق عدد اللبنات، لو كانت مشيت المباريات بترتيب الجدول، وانا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت، الاهلي جاله الاسبوع 19 لعبوه الاسبوع ال 12 وبيراميدز ما السنه دي نفس الكلام. نفس الكلام بيحصل السنه دي. ما هو السنه بس دي أنا أقول لك على انت حاجة. لعبت فرق. بص موضوع انت رمضان، لعبت فرق، خلينا نرجع بس انت لموضوع عندك رمضان. مفيش وقت. عندك نقاط موضوع فيها. رمضان بعيد عن الدوري. طبعا الكابتن عفت والكابتن عبد الله بيحلفوا وبيقسموا بالله ان لو الاهلي لعب ماتشات ومن غير تاجيلات ومن غير ما يترحل ماتش عن ماتش هيخسر الدوري. طب امتى حصل ده يا كابتن عبد الله او يا كابتن عفت؟ ما عندهمش اي دليل على كده، هو حلفان بدون اي حجه او دليل. هنرد عليهم رد صغير بس ونقول لهم ان لو بيراميدز اللي انت بتدافع عنه، ما اعرفش انت بتدافع عن بيراميدز ليه، ممكن تدافع عن الزمالك. لو بيراميدز بينافس على الدوري وجمع من الدوري 90 نقطه وفاضل له ماتش الاهلي بس اللي هو الماتش الاخير علشان يفوز بالدوري، والاهلي كمان جمع ال 90 نقطه مش بنفس الطريقه اللي بيراميدز جمعها بيهم، مش بنفس المباريات لكن بطريقه اخرى، وجمع نفس ال 90 نقطه وفاضل له ماتش بيراميدز بس في نهايه الدوري، ولو الاهلي كسب الماتش ده هياخد الدوري. هل كده انا قللت المنافسه ولا زودتها؟ رد انت عليا. فاذا ترتيب الماتشات ما يقللش من منافسه الدوري. وعشان ننهي الموضوع ده، انا كاهلاوي كنت اتمنى الاعب بيراميدز، انا ما عنديش مشكله ببيراميدز، هو بيراميدز يعني العو، انا راجل بطل افريقي، اخاف من بيراميدز؟ فكفايه حجج بالله عليكم، كفايه حجج واتكلم عن ناديك. اسمع، بعيد عن الدوري، الموضوع حاجه شخصيه تمام. ويا تسيب وانا اسيب عشان بس اقول لك نخلص. على حاجه، رمضان صبحي بيقدم مستويات عاليه جدا السنه دي مع بيراميدز، سبب في مكسب مباريات كتير جدا. فانا لو عطلت رمضان هتعطله ازاي بس يا كابتن؟ ما كان رقم واحد في منتخب مصر كابتن حسام ضمه. ما انا بقول لك يعني هو واستبعد ليه؟ استبعد ليه؟ انت الكلام كله يا كابتن استبعد ليه يا بص يا كابتن، النادي الاهلي ملوش طرف في الموضوع اصلا. استبعد ليه؟ بص لو ماتشات الدوري كلها اتعادت الاهلي يكسب اي حد، اي حد. اي حد هتقعد تقول وتعيد الاهلي يكسب. بص يا كابتن، فين المستوى اللي انت بتقدمه علشان اقول ان انت اصلا عندك فرقه كوره؟ كابتن انت اذا كان منتخب مصر 90% هو النادي الاهلي، امكانياته ما عندكش اكتر من كده. منتخب مصر بيقدم ايه؟ كابتن انت بتسند على البنيه التحتيه اللي هو الوحيد اللي منتظم. انت شخصيا مش عاجبك منتخب مصر يا كابتن؟ مين اللي قال لك مش عاجبني؟ انا احنا كنا بنتكلم كابتن، انت مش عاجبك اداء عشان مدير فني لسه ما عرفش يغير من شكل طب الاداء ده بيلعب فرقه الاهلي بتقدم ايه؟ احنا نقعد، احنا عندنا كوره، احنا عندنا كوره، احنا بنضحك على بعض. احسن جون في مصر، احسن ليبرو في مصر، فين ده؟ محمد عبد المنعم، واحسن جون في مصر الشناوي، انت عارف واحسن ديفندر في مصر مروان. اعور وسط عميان. لا والله العظيم لو انت عايز تقول انت بص وسط عميان. كابتن عفت بيقول لك اعور وسط عميان. انا عاوز ارد على جزئيتين في الكلام اللي حصل ده. الجزئيه الاولى ان المشكله اللي رمضان صبحي بيمر بيها دي هي مشكله بسبب النادي الاهلي اللي عاملها له، ومواقع النادي الاهلي هي اللي مخليه رمضان بياخد منشطات. طبعا انا ما اعرفش رمضان بياخد منشطات ليه، انا والله لو اعرف كنت نصحته انه ما ياخدش منشطات، دي مش مشكلتي ولا مشكله الاهلي. فانا ما اعرفش الكابتن عفت بيلبس دي كمان للاهلي ليه. غير كده بيقول لك ان رمضان بيقدم واحد من اقوى مواسمه. هل رمضان بيقدم حاليا واحد من اقوى مواسمه؟ انا عن نفسي ما اتفرجتش على رمضان من بعد ما طلع من الاهلي، وما شفتوش بيقدم اي حاجه من بعد ما مشي من الاهلي. وخلينا نفترض ان هو بيقدم موسم من اقوى مواسمه، مش ملاحظ ان ده دليل على ان رمضان بياخد منشطات؟
فكر شويه. تعال بقى نرد على نقطه ثانيه، هو بيقول لك ان النادي الاهلي لا عنده فرقه ولا عنده سكواد ولا يقدر ينافس وما بيقدمش كره كويسه والصيت ولا الغنى من الاخر. طبعا انا مش هرد عليه بنفس طريقته لان احنا ما اتعلمناش كده، لازم نتكلم بمنطق وبعقل. كابتن عفت هسالك اول سؤال ويا ريت ترد عليا، مين بطل افريقيا يا كابتن عفت؟ مين بطل اقوى بطوله في قاره افريقيا؟ مين؟ النادي الاهلي صح؟ اظن ده رد كافي. لو الرد ده كمان مش عاجبك ومش مقنع شويه، سيبك من الرد اللي الكابتن رده عليك لانه برضه مش مقنع، ان لعيبه الاهلي هم لعيبه منتخب مصر، لان منتخب مصر ما بيلعبش بنفس طريقه الاهلي ولا نفس منظومه الاهلي، وغير كده منتخب مصر بيقابل فرق كلها محترفه. منتخبات افريقيا دلوقتي بقت فرق محترفه على اعلى مستوى، ما بيلعبش فرق في بطوله افريقيا للمحليين او بيلاعب فرق في الدوري المصري، ففي فرق مستوى كبير. صح الكلام؟ في لعيبه كويسه كتير جدا واحمد حمدي بيظلمها الوقت، في لعيبه كتير كويسه جدا. بس انت كنت قلت كلمه جامده قوي يا كابتن، إيه؟ قلت ان الاهلي فرقه عاديه. لا ما عمرها بتقدمش ما تبقى الكورة، عادية. ما بتقدمش عمرها ما الكورة. تبقى عاديه. طب والله ده انت لو كسبت السوبر وكسبت الافريقيا الاسيويه، فرق بينك وبين ريال مدريد فرقتين. احنا هنقعد نرجع بقى تاني نتكلم. يعني الفرقه بتاعت كابتن. نيوزيلندا دي والفرق كابتن. بتاعت مش عارف ايه، كابتن، انت أنا بتقارن كوره كابتن، ما بتقارن ايه بايه يا تدخلنيش يا حبيبي؟ كابتن. بص يا كابتن، انت بتقارن انت ايه كلامك بإيه؟ كله يا كابتن ايه اللي جاب ريال مدريد؟ انت مدخل ايه اللي جاب ريال مدريد؟ انا بتكلم على الارقام والتاريخ. التاريخ ايه؟ التاريخ كابتن ده في إيه؟ التاريخ اسمع التاريخ ده احنا لا، التاريخ دوله اللي رقم عندك واحد في يا كابتن، العالم. التاريخ اللي عندك ده مفكره لامي، التاريخ اللي عندي واقع وحقيقه. حقيقة دي ايه؟ مفكره لامي اللي معاك حقيقة دي، ايه؟ اللي انت حقيقة بتغش ايه؟ منها. ايه المنافسات اللي انت بتدخل فيها؟ يا انت راجل عندك يا انت راجل عندك لما العب كاس ايه العالم للانديه ابقى اسعد واحد عملت في ايه الدنيا. عملت ايه في كاس العالم للانديه انت؟ خدت ان شاء الله الميداليه او نوع اللون بتاع ميداليه؟ انت الميداليه. كده هتاخد ميداليه. مين اللي قال لك كده؟ يا حبيبي ده مين الاخير قال لك بيدوا له كده؟ ميداليه. مين اللي قال لك كده؟ هي بس يا متقسمه كابتن. قارات. لا 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 والله يا حبيبي قارات بص ايه بس يا كابتن؟ يا حبيبي اسمعني لا لا لا. هم في الاتحاد الدولي عاملين قاره اوروبا نمره واحد. يعني مفيش أمريكا. مقارنه ما بين الاهلي وريال مدريد؟ لا خالص. إيه انت بتقارنوا ايه بايه يا جماعه؟ انتوا طب اتفرج، جيب الماتشين وجيب جماهير الاهلي، اقسم بالله العظيم ما هتتفرج على الاهلي ولا هتتفرج على ريال مدريد. يا كابتن انت بتتكلم فرق على فرق الاثنين الكورة، بيلعبوا انت بعض. بتتكلم على ايه؟ انت بتكلمني على ايه كابتن؟ بص يا كابتن، انت كلامك كله موجه ومسنود ان النادي الاهلي طرف في لمين؟ عشان طرف خاطر لمين؟ إيه؟ في عشان موضوع إيه؟ بيراميدز؟ عشان ليه؟ ده انا متاكد من الكلام ليه؟ ده. ليه؟ ليه؟ اتفرج على البرامج بص يا الاعلاميه وانت كابتن، تعرف الكلام هعيد ده. الكلام تاني. لو اتعاد الدوري 100 مره الاهلي يكسب اي حد. طب والله لو اتعاد الدوري، لو اي دوري في ثواني يا السنين اللي كابتن، فاتت طب دي هو ما بيكسبوش اتعمل ليه فيه يا كابتن؟ عداله، بس عداله تحكيميه. يا راجل عداله إيه تحكيميه بس يا راجل؟ مش ده الاهلي. انت لو الاهلي بتتكلم لو خد ثالث ولا رابع بتتكلم عمل في العداله إنجاز. التحكيميه دي، الجون عدى وانت فاكره بتاع حسنيه اغادير واتعادل إيه ايه يا حسنية راجل؟ أغادير دي؟ وعمر السعيد اما شاور وقال لك هو الماتش كام والماتش شغال. ايه يا كابتن؟ واسامه نبيه اما قال لك انا صعب عليا وانا رايح انفراد فوفرت على نفسي ان انا اجيب جون وانا في غزل المحل. الكلام ده كله ما تحسبوش. انت بتتكلم على ايه؟ بتكلم على ايه؟ يا هو انت حبيبي دلوقتي انت كابتن ادم فقدت بتتكلم- الذاكره؟ انا فقدت دلوقتي الذاكرة اول ما في إيه؟ بكلمك فقدت الذاكره؟ فقدت الذاكره في ايه يا راجل؟ ده انا كابتن انت انا بجيب لك صوت وصوره. انت بتتكلم، انا بكلمك على كوره. كابتن انت بتتكلم على ناس. كابتن انا بكلمك على كوره. هو الناس في دي الملعب. كانت من ضمن ايه؟ مش من يعني العمدان الاساسيه اللي موجوده في نادي انا الزمالك؟ العمدان الاساسيه دي ايه يا كابتن؟ يعني في اسامه إيه؟ نبيل لما يلعب في المحله هيقول لك جون عشان مش عارف ايه في هو مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت. ده انتوا ما فيش مدرب من الاهلي بيكسب الاهلي في اي فرقه تانية بيمسكها. يا راجل يا راجل ايه بس بتقول- يا راجل؟ انتوا كابتن، كابتن عندكم بالله اسماء عليك. اعدها كابتن. لك كده. في اول الفيديو كابتن عفت متضايق ومتعصب جدا من مقارنه الاهلي بريال مدريد. كابتن عفت لو انت فاهم ان مقارنه الاهلي بريال مدريد او اي واحد بيقول لك احنا بننافس ريال مدريد بالالقاب فهو قصده منافسه داخل الملعب، فاذا انت مش فاهم. هو قصده ان النادي الاهلي من كتر البطولات اللي بياخدها عنده عدد القاب بينافس بيه القاب ريال مدريد، مع اختلاف الكامل في المستوى، ان ده بيلعب في الدوري الاسباني وده بيلعب في الدوري المصري، وده طبعا ما يقللش خالص من النادي الاهلي، لان يكفي ان نادي في افريقيا اسمه النادي الاهلي بينافس بطل اوروبا اللي هو ريال مدريد بالسكواد اللي عنده ده. ولو انت يا كابتن عفت زعلان من النقطه دي وعاوز تقارن المستوى بالمستوى، فانت محتاج تعمل شويه تعديلات زي اللي السعوديه عملتها. محتاج تستغنى عن كل اللعيبه المحليين اللي في النادي الاهلي وتجيب لعيبه اجانب في كل الخطوط، وتسال نفسك سؤال: هل ريال مدريد يمتلك كل اللعيبه اسبان ولا 2 أو 3 بس اللي في الفرقه اسبان وبقيه النجوم بتوع الفريق من البرازيل والارجنتين وبقيه القارات؟ محتاج تسال نفسك السؤال ده. فالمقارنه هي مقارنه على الورق، مقارنه القاب وكل واحد بينافس في منطقته. الكابتن المحترم سال الكابتن عفت سؤال محترم وقال له: انت ليه بتدخل النادي الاهلي في موضوع بيراميدز وان النادي الاهلي بيمنع بيراميدز من المنافسه؟ قال له: انا مش شاكك، ده انا متاكد. قال له: طب ايه الدليل على كده؟ قال له: اتفرج على البرامج الاعلاميه. هل ده يا كابتن عفت دليل كافي ان النادي الاهلي بيهاجم بيراميدز؟ اتفرج على البرامج الاعلاميه. ما طبيعي يا كابتن عفت بدليل البرنامج الاعلامي اللي انت بتقدمه. ما هو اكيد الاعلام ساقط بدليل الصوره اللي انا شايفها دي. فانت قبل ما تنتقد الناس يا ريت تبص تشوف انت بتعمل ايه. كابتن عفت بيقول ان الاهلي لو بيلعب مبارياته بدون ما التحكيم يسانده مش هيكسب كل المباريات ومش هيبقى بطل الدوري ومش هياخد بطولات. فالكابتن رد عليه قال له: معلش، قبل ما ترمي الناس بالباطل بص على نفسك.
الكباتن زي الكابتن اسامه نبيه والكابتن فاروق جعفر اعترفوا على الهواء مباشره ان هم كان في واحد بياخد ضربات جزاء من لا شيء، والحكم كان بيقول له ارمي نفسك جوه المنطقه، والكابتن الثاني قال لك انا كنت بروح انفراد على نادي الزمالك واضيعها عشان ما اقدرش اجيب جول في الزمالك. ودي امثله حيه عايشه معانا دلوقتي واعترافاتهم موجوده بالفيديوهات، فما تجيش تكلمنا عن العدل وانت نفسك بتعمل كده. فالكابتن عفت لما اتزنق حاول يخرج من الموضوع بكذا طريقه، لكن كانت اسوأ الطرق اللي بيحاول يخرج فيها من الموضوع لما اتزنق وقال لك انا بكلمك على كوره، انت بتكلمني على اشخاص. كابتن عفت لو ركزت سنه قبل ما تتكلم في كلام كتير مش هتقوله. الطبيعي ان انا لما اجي استشهد باشخاص بكلام اتقال مش بنظرتي انا، لان نظرتي انا دايما بتبقى منحازه. والكابتن عفت لما حب يجيب دليل وحب يجيب حجه يستند بيها لكلامه وياكد بيها كلامه، قال لك ده مفيش مدرب من الاهلي بيطلع يكسب الاهلي. انا هسالك نفس السؤال بس بالمعكوس، هل في مدرب من الزمالك بيعرف يكسب الاهلي؟ مفيش مقارنه. حجتك مش دليل على اي حاجه، حجتك لو دليل هي دليل على ضعف موقف. انا بتكلم بس نجم ان النادي احنا الأهلي، ان احنا دايما غزل المحله، بنشوف الحته دي بس. كابتن عفت ما تجيبش الكره المحليه ضد الكره العالميه ابدا، ما تحطهاش. كابتن يحلها. هقول لك على ما حاجه، تجيبش دي قدام هقول دي. لك على حاجه، النادي الاهلي راح للكره العالميه، راح لاعب السيتي وراح لاعب ريال مدريد وراح لاعب بايرن ميونخ، راح. غيري ما راحش حتى، خد توك توك وراح بيه، غيري ما راحش حتى. يا حبيبي في دايما ناس في الدنيا وناس في الاخره. ربنا بيزيد الظالم ظلم يا راجل. والله العظيم. ايه علاقه كابتن الحديث دوت؟ بقول لك ايه، لا اقول لك على حاجه، ايه في الحلقه النار اكتملت، يلا نكون نخش النار. لا ناس معينه اللي هتخش النار. عموما كابتن عفت، كابتن عفت لما كل الحجج خلصت ومش قادر يرد باي طريقه ممكنه على الكلام اللي هو قاله، دخل الدين في الرياضه ودخل الدين في الترفيه عشان يقول لك ان في ناس بتكسب بطولات في الدنيا ونادي الزمالك هيكسب بطولات في الاخر. اتمنى ربنا ما يحاسبنيش ويحاسبك على اللي احنا بنقوله ده، واتمنى انت كمشاهد تكون استمتعت بالفيديو. الاهم من كل ده تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي رايك تحت في الكومنت. اشوفك فيديو جديد، سلام.